لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم، بل يجب ترك ذلك، لأن من شبه بقوم فهو منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهتهم، التخلق بأخلاقهم، فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك. فلا يجوز أن نهنئهم بأعيادهم أبدا، لأن التهنئة بأعيادهم دينية يعني الرضا بشعائر الكفر، وهذا خطير جدا. فإذا قال قائل ألا يجوز أن نهنئهم مجاملة لهم كما كانوا يهنئوننا بأعيادنا؟ قلنا لا نهنئهم. هل إذا هنئونا بالعيد نهنئهم بأعيادهم؟ نقول لا يجوز لنا أن نهنئهم بأعيادهم، لأن هذا إقرار لها وهي أعياد كفرية، فلا يجوز للمسلم أن يهنئ الكفار بأعيادهم.